السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة سوبا كويزين طبخ حلويات. اليوم ان شاء الله راح نديرو قلب اللوز المحلات بطريقة سهلة وناجحة 100%. نعطيكم المقادير. الكيلو تاع السميد، عندنا كيلو تاع السميد خشين، 600 غرام تاع 600 غرام تاع السكر، قرصة تاع الملح، ربع ريتلة تاع بين الماء وما زهر. نحط هاولي هنا كيلو تاع السميد خشين، هاوليك خشين، ندير لها 600 غرام تاع السكر، ربع مغرفه تاع ملح. كملوا نشعل البيتخان، نخلط قبل الدقيق مع السكر يتخلطوا شويه. هاوليك ربع الماء مع الماء زهر. خصني نحط كاس النص تاعو ونشوف، تخلط شويه. من فوق من تحت باش شغل تحتانية سكر مش مخ ولا لا سكر، حنخلوه ليله كامله. انا خليت ميم با 100 مليلتر، 100 مليلتر خليت ميم با. هذوك باش نكملوهم غدوه ان شاء الله. اللي ما عندوش البيتخا كيشمخو غير بيدو، يعجنو هكذا بيدو يعجنو. شوفي راهو مشمخ شويه باش يكمل السكر يذوب هكذايا. خلوه يبات حتى الغدوه ان شاء الله ولا كتب ربي. نغطيه من الفوق هكذا، درت له بابي فين نخليه الغدوه ان شاء الله ولا كتب ربي. درك نحضروا شربات تاع قلب اللوز. نحتاجو فيها ريتله ونص ما، ندير لها 750 غرام سكر ونص حبه قارص، عصير تاع نص حبه قارص. هكذا نجيب المغرفه نحرك باش السكر ما يتحرقناش من تحت، ميم با دقيقه هكذا. خلوه كي يبدا يغلي نحسبوا له 10 دقائق حتى قريب ربع ساعه، ونطفيو عليه ونزيدوا شويه مع زهر. هذا ما كان، خلوه يبرد نستعملوه باش نشربوا به القلب اللوز. رجعنا لقلب اللوز، انا درناه يتعجن، لازم يتعجن حتى يولي يلصق بين يديك، حتى يولي يلصق. دوك نزيدلو الماء اللي قعد من البارح، قعد لي تحت النص، ندير بشويه ونشوف. راني حبست البيتخا ونشوف اسكو نزيدلو ولا لا. مازال ما بداش يتلصق مليح، بدا بصح مازال شويه. شوفي ولات تقول لك لي كتله تالمون يلصق فيه بعضو، يعني السكر طلق العسل تاعو. شوفك شرجع بيا معسل وبيا معسل ويلصق فيه بعضو. راني جبت سنيوه دهنتها بالسمن وحطيت عليها عجينه القلب اللوز وبللت يديا بالماء ونمشي العجينه صاير داير، ويكون العرض تاعو واحد 1 سنتيمتر هكذاك، 1 سنتيمتر شويه. مع يزيد يشرب يزيد يطلع. انا ما نحبوش بزاف خشين، كي يكون خشين يجي تقولي معجن للداخل، تحسي فيه ريحه العجين، ما تدخلوش طياب مليح كيما كيكون شويه رقيق. شويه هنايا شويه هنا باش نملي بيا بالماء باش يمشي لي فاسيلمون. نجيب القفه تاع المغرفه بالقفه تاعها نسوي لها الطراف. ناخد شويه سمن، 2 مغارف 3 سا ديبون. نمشيه الوجه، نمشيه
ندهنلو وجهو كامل بالسمن. انا باسكو في الخليط ما درتلو ني سمن ني زبده والو، غير السميد خشين، السكر والماء والمزهر، هذا ما كان. وعجنتهم ويجي لاباس عليه، يجي هايل. هكذا منها نقصو مواد دهنيه هكذا باش يعطيلو بنه. بالقفه تاع الموس، ما نقطعوش ما نقطعش هكذا، نقطعو هكذايا بالقفه وناخدو الكيل، نقسموه هنا على 3. انا نوصل تقطيعه حتى لتحت، يعني اللي يقول لك ما تقطعش حتى لتحت. انا مره ما قطعتوش حتى لتحت، كي كان يطيب نفخ لي، ما طابليش من تحت. ناخدو اللوز وقاع في الحبيبات هكذايا، نضغطو عليها شويه باش تشد بلاصتها، هذا باش كيطيب ما يطرناش. هاوليك هاني كملت حطيت له اللوز. دوك ندخلو الكوشه على 180 درجه، الكوشه تاعي فيها المروحه. هاوليك طاب. بسم الله. شوف قلب اللوز كي نبداو نحطوا له الشربات يبدا يشرب فيها، معناتها راهو ناجح 100%. راني شربته مليح بالشربات حتى يولي يعوم، باك نعاود نرجعو للكوشه، تكون الكوشه تكون طافيه واحد 10 دقائق حتى يشرب الشربات ديالو. هذيك قولي 5 دقائق من 10 دقائق، او شرب الماء تاعو، راهو طري، راهو طري، بصح نزيدلو شويه، نزيدلو شويه برك باش ما يجيش ناشف بزاف. صافي هكذا بركات. ونشوف نرجعو للكوشه. هذاك الكيلو اللي قسمته على سنيوه لي كبيره على هذه وهذه صغيره كامل. في الاخر جا قلب اللوز هايل معسل معلك، يدوب في الفم، بنين خير من تاع المحلات. جربوه وما تندموش عليه. اذا عجبتكم وصفه القلب اللوز بارطاجيوها واشتركوا في القناه وحطوا لي جيم، وان شاء الله نتلاقى في وصفه واحده اخرى. شوفوا القلب اللوز كيف بديت ندير له الشربات كيفاش راهو يشرب فيها، هذا دليل على انه راهو ناجح 100%. شوفوا النتيجة مع الآخر كيفاش جا معلك، جا طري، جا هايل كيما قلب اللوز تاع برا اللي يتباع برا، ناجح 100%. عجنوه، ونصيحة لازم يتعجن باش يجيكم شباب. إذا عجبتكم الوصفة بارطاجوها مع أحبابكم وصحابكم، ويعطيكم الصحة على المشاهدة.